نادي الشارجة يجد نفسه في وضعية صعبة، لكن أيمن الرمادي الذي يقول بأن المباراة كتاب مفتوح وعلينا الكفاح حتى النهاية. المواجهة مصيرية لكنها ليست حاسمة، الهبوط يرتبط بنتائج الآخرين. ياسر على الجهة اليمنى، الكرة طويلة وللأمام في محاولة باتجاه مارسيلينيو، لكن الإبعاد من علي حسن. الكرة خطيرة، هذا كاظم، وهنا أيمن للأمام، عبد المجيد النمر. الآن أنه تعادل، بالتالي أيمن الرمادي الآن بعد هذا الهدف يتمنى الاستمرارية لفريقه بانتظارها هذا المساء. طبعا على دبي الرياضية ستكون حاضرة هذه الكثير من الثقة بالنسبة للمدرب، لأنه كما يتحدث وكما يصرح يثق في قدرة الشارقة على عبور هذه الأزمة. مشيرا هنا الإشارة قد تأتي من نادي دبي.